والله الزيارة طبعا احنا اول ما عرفنا بالمشروع يعني حبينا طبعا، اول حاجة انه الواحد لازم يشوف الحاجة على الطبيعة يعني. فجينا امبارح بصراحة زرنا المزرعة. كان في مزرعة نموذجية عجبتنا جدا يعني، نظيفة والمهندسين الموجودين شغالين والعمال. فحاجة جميلة جدا. وشفنا الانتاج برضو كان في شفنا النوعين، المجدول والبلحي. فالاثنين يعني ممتازين جدا يعني. والناس طبعا اللي عجبتنا برضو الرعاية اللي هناك. وشفنا برضو نظام المية ونظام الإشراف والكلام ده كله. كان يعني يقول لك إنه فيه جدية يعني، وفي حاجة نظيفة جدا ممتازة. والإنتاج بسم الله ما شاء الله يعني إنتاج عالي يعني. يعني تلاقي كده مثلا أنا نفسه حتى بصيت على بعض النخل، عديت الصباط اللي فيه، لقيت حوالي يعني كمية كبيرة يعني. وهو طبعا شرح لنا الناس المسؤولين هناك برضو اللي هي الرعاية الدايمة بال بالري وبالفسائل. شفنا الفسائل وهي موجودة برضو في الحضانات بتاعتها، وان هم بيحاولوا ينظفوها من اي جراثيم او حاجات تبقى موجودة فيها. فالشتلات برضو كحاجات كويسة يعني. وطبعا بعد كده شفنا اماكن تاني اللي هي معدة للزراعة، اللي احنا ان شاء الله ممكن برضو ايه هنستثمر ناخد فيها يعني ان شاء الله. فكانت يعني برضو منظمة وحاجات كويسة، والمية برضو متوفرة. فبسم الله ما شاء الله يعني حاجة تشجع يعني. يعني الحاجات اللي شفناها على الطبيعة بتخلي الواحد فعلا يدخل بإذن الله كده إن شاء الله معاكم يعني.